مرحبا بكم أعزائي مشاهدي لايف سبورت هنا في استاد أو في صالة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الدمام بعد نهاية مباراة مضر والفحيحي الكويتي، والتي فرض فيها مضر نفسه وفرض على المباراة أن تكون برتقالية اللون لينهيها بنتيجة 27 مقابل 19. إذن مضر يمضي إلى الدور الثاني بثبات. نتعرف أكثر على المباراة مع محللي لاين سبورت الحصريين علي العلوات وهاني الهلال. علي، إذا كما توقعت مضر يسير بالمباراة ويعجز سعيد حجازي أن يفعل شيء، وأنت الذي قلت أن سعيد يمكن أن يفعل شيئا. بالفعل هو كان يمكن يفعل شيء لو كان عنده اللعيبة الجاهزين نفسيا، ما كانوا متفرغين نهائيا لاعبين الفحيحي للعب، عكس ما كانوا متفرغين للعب نهائيا، عكس لاعبين مضر اليوم جايين يمتعوا الجماهير اللي جت تساندهم. بالفعل الجماهير كانت حاضرة في الموعد معاهم. لاعبين مضر الأداء كان متميز من جميع الخطوط، من الحراسة إلى الدفاع كذلك في الهجوم. إذا التوفيق ونتيجة المباراة فعلا النتيجة كانت تستحق مضر. نعم، أنا قبل أن أنتقل إليك هاني دعني أذهب لزميلي عبد العزيز البطاح ومعه أحد الضيوف. إليك عبد العزيز. شكرا زميلي محمد الشيخ في الاستوديو التحليلي. ينضم الي الان لاعب نادي الفحيحي الكويتي كابتن خالد مناحي. رحب فيك عبر لاين سبورت. حدثنا ما الذي حصل اليوم؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. والله المباراة كانت قوية، يعني بداية قاعد نلعب مع فريق مضر السعودي يلعب بين ارضه وجمهوره. والله الحمد لله سوينا اللي علينا، بس التوفيق من رب العالمين. يعني كان مضر فريق لعب افضل منا ويستاهل المباراة. ما ظهرتوا بمستواكم من بداية البطولة، يعني هل أثر عليكم لقاء أمس؟ والله يعني التعب، إن مباراة ورا مباراة ثاني يوم تقدر تقول شوي يعني إن إرهاق وهذا، بس الحمد لله يعني لعبنا، بس توفيق من رب العالمين. المضر كان أفضل منا ويستاهل المباراة. كابتن شفناكم شوي مشحونين داخل الملعب. والله مو مشحونين، بس إن الفرق يعني كان فريق مضر فارق عنا يعني، فكنا نحاول إن نرد بالنتيجة، والحمد لله على كل حال، ويستاهل فريق مضر الفوز. الله يعافيك. شكرا الكابتن خالد مناحي لاعب نادي الفحيحي الكويتي. الان نتحول لزميلي محمد الشيخ في الاستوديو التحليلي. زميلي محمد تفضل، الكلمه لك. شكرا عبد العزيز. اعود من جديد لمحللي لاين سبورت علي عيوات وهاني هلال. هاني، سؤالي المباشر، الا تعتقد ان اللاعبون او لاعبو الفحيحي تحديدا خذلوا مدربهم سعيد حجازي؟ رايت فريق منهار، فريق يريد ان ينهي المباراه بدليل ما فعله محمد الغربلي من محاوله للاعتداء على الحكم وطرده بالنتيجه من المباراه. اتضح حقيقه من لعيبه الفحيحي ان عندهم مشكله داخليه قبل ان تكون مشكله فنيه، فبالتالي كانت المشكله الكبيره اليوم في فريق الفحيحي أكثر ما يكون الشد العصبي بين اللاعبين أنفسهم، وهذه اللي تعبت أعتقد اليوم فريق الفحيحي. نعم علي، يعني الآن احنا ننتظر مباراة القطيف التي تجمع بين فولاذ الإيراني والأهلي الإماراتي. غدا سيلعب مضر مع الأهلي الإماراتي. هل مضر قادر على الفوز ومن ثم العبور إلى الدور الثاني؟ قادر، إذا كان إن شاء الله بكرة راح يكون لجميع الفرق، فمضر أكيد الإدارة والجهاز الفني راح يهيئ الفريق وينسوا النتائج. الفوز والخسارة هذه راح تكون ورا ظهره، وراح يبدأوا مباراة البطولة راح تعتبر، خصوصا إذا فاز أحد الفريقين، لأنه راح ينافس مضر على المركز الثاني. نعم هاني، يعني لو عملت قراءة لمضر في هذه المباريات في هذه البطولة، يتعادل في بداية الدورة مع فولاذ، ثم يفوز، ثم يخسر من السد اللبناني، وهو اليوم يفوز. هل هذا تذبذب في المستوى ولا سياق طبيعي للمجموعة؟ أعتقد أن هي المباراة الوحيدة اللي كان فيه متذبذب في الشوط الأول في مباراة ذبحان الإيران أو فولاذ الإيراني، وهي المباراة الأولى. طبعا أنا تكلمت مع الكابتن سفيان وذكر لي جميع المشاكل اللي حصلت في الشوط المباراة الأول في مباراة فولاذ. حقيقة أولا أشيد في المدرب سفيان لما جاء وتكلم معاي، وكان في الحقيقة في البداية كان زعلان من النقد، ولكن في الأخير وافقني الرأي ما ذكرت في مباراة فولاذ أن أنا والأخ علي كنا أبدا يعني هو العين الصواب، ولكن في بعض المشاكل اللي كان يعيشها فريق مضر من عدم اللعب في مباريات في الاستعداد،
اثرت عليه بشكل كبير. اذا مضر يتطور اثناء البطوله بالفعل، ولكن انا اتمنى ان يستمر فريق مضر بهذه المستوى، خاصه في هذه المباراه، لان لعب شوطين وليس شوط واحد. تتفق معي علي ان السد اللبناني هو صاحب الكعب الاعلى جدا جدا في هذه المجموعه؟ في المجموعه في بدايه البطوله هو صاحب الكعب الاعلى. نعم. بالفعل. في المقابل دعني اذهب الى المجموعه الاخرى التي يلعب فيها الخليج السعودي، ايضا من الواضح جدا ان الجيش القطري هو الاعلى في البطوله، هل توافقني ام يتنافس مع السد في ذلك؟ بالفعل، اذا شفنا بالارقام دفاعا وهجوما الجيش القطري هو متسيد هذه المجموعه. نعم. قبل أن أختم معك علي أيضا هاني، التصورات تقول بأن السد اللبناني قد يتصدر مجموعة مضر وأن الجيش القطري قد يتصدر مجموعة الخليج، تتفق مع هذا الرأي؟ نوعا ما، إلا إذا الخليج كلمة راح تكون في المباراة نعم. مع فريق. إذا قلنا أنهم سيتصدران معنى ذلك أن مضر سيلعب مع الجيش والخليج سيلعب إذا تأهل طبعا سيلعب مع الجيش القطري، معنى ذلك أنه قد يترشح الفريقان السعوديان للمغادرة في النهاية. أنا حقيقة اللي أشوفه من وجهة نظري أن لحد الآن لم يتحدد سوى فريق السد القطري أو السد اللبناني هو من سيذهب إلى الدور الأربعة. احنا عندنا مشكلة كبيرة في المجموعة السد القطري، وهي المضر وأيضا فولاد والأهلي الإماراتي، فكل الفرق هذه قاعدة تنافس. اليوم لو فاز الأهلي الإماراتي أعتقد راح تكون مباراة جدا قوية وتحديد من سيذهب إلى دور الأربعة، هذه في هذه المجموعة. وأيضا في المجموعة الثانية لو خسر لا سمح الله اليوم فريق الخليج ستتحدد المباراة الأخرى من سيذهب إلى دور الأربعة. نعم. أنا لم يبقى لي أعزائي المشاهدين إلا أن أشكر الكابتن علي عوات والكابتن هاني هلال، على أمل أن نلتقي بكم يوم غد، باعتبار أن مباراة الخليج السعودي اليوم والجيش القطري لن تنقل مباشرة وإنما مسجلة، حيث سنرتبط بعد ذلك بمباراة منتخبنا الوطني المنتخب السعودي ونظيره العماني في تصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في البرازيل. الآن أنتقل لزميلي عبد العزيز البطاح ومعه أحد لاعبي مضر. إليك عبد العزيز. شكرا للزميل محمد الشيخ. أعزائي المشاهدين المتواصلين في تغطيتنا الميدانية، ينضم إلي الآن لاعب نادي مضر كابتن منير أبو الراحة. رحب فيك عبر رين سبورت ونبارك لك الفوز. الله يبارك في حياتك. كيف شفت مباراة اليوم؟ والله اخذنا المباراة من البداية، كسبناها ومشينا الرتم احنا اللي نبغاه، ومشت المباراة بهدوء، وان شاء الله ندخل دور الأربعة ان شاء الله. شفناكم اليوم متميزين او متفوقين يعني كالعادة، لكن يعني بشكل ملحوظ في البطولة هذه. حضرنا من المباراة، من مباراة السد اللبناني، مشينا المباراة واحنا نفكر في هذه المباراة لان هي اللي تفصلنا المباراة ان شاء الله لدور الأربعة. كابتن الجمهور يعني ممكن ان اليوم كان حاضر، لكن كان في عتب منكم كلاعبين في المباراة السابقة. والله صراحة الجمهور دائما كده، يعني اذا انهزم الفريق لازم يزعل، واذا فاز يفرح، بس ان شاء الله نوعدهم في المباريات الجايه نفرحهم كلهم ونتاهل للنهائي ان شاء الله. كابتن، ممكن دور الأربعة انكم تلتقون مع فريق الخليج السعودي، يعني هل انتم تبغون تلتقون مع فريق الخليج او الجيش؟ والله ما ودنا نلتقي بالخليج السعودي، يعني المفروض نتقابل يا في النهاية، بس هذا المكتوب إن شاء الله اللي يكتب فيه الخير. كلمة توجهها للجمهور. الله أشكر الجمهور الغفيرة، وإن شاء الله يساندونا في المباريات الجاية، وأقول لهم مشكورين وما قصرتوا. يعطيك العافية. الله يعافيك حياتك. هكذا كان حديث لاعب نادي مضر الكابتن منير الراحة. هكذا كان حديث لاعب منير أبو الراحة كلاعب نادي مضر. والآن الأخوة جاهزون في الاستديو التحليلي للحديث لحضور ضيف قادم، والآن أنتقل للزملاء في الاستديو.